المقاتل المصري هو إعجاز انتصار أكتوبر العظيم. أقامت جمعية محب الفنون الجميلة يوم 6 أكتوبر ندوة إبداع الإنسان المصري سر انتصار أكتوبر العظيم، وذلك ضمن الموسم الثقافي الأول للجمعية في عامها المئوي. استضافت الجمعية 2 من أبطال حرب أكتوبر المجيدة: اللواء محمد عمر الذي شارك في حرب اليمن وحرب يونيو 67 وحرب الاستنزاف وأكتوبر، وهو أحد أبطال الصاعقة، وأيضا اللواء حاتم عبد اللطيف أو البلدوزر أحد أبطال معركة المزرعة الصينية، وشارك من بين الجمهور البطل الدكتور أحمد نوار الذي قنص 15 صهيونيا في حرب الاستنزاف المجيدة التي كانت المعركة الرئيسية التي توجت بانتصار أكتوبر. وفيما يلي ينقل لنا الصحفي محمد نوار بعضا مما تضمنته هذه الندوة، حيث بدأ اللواء حاتم عبد اللطيف اللقاء قائلا: حرب أكتوبر المجيدة بدأت في 6 يونيو 67 مباشرة، وليس كما يعتقد البعض أنها بدأت في 6 أكتوبر 73. من هنا لابد التأكيد على أن سيناريو الحرب كنا قد تدربنا عليه تماما، ولهذا كان سيناريو المعركة محفوظا للجميع. وأشار اللواء حاتم إلى أن الأم المصرية هي البطل الأول في كل معارك مصر، وأن الجندي المصري هو المفاجأة وصندوق الغلال لمصر في المعركة، وكان أداؤه يصل إلى حد المعجزة. ونفى اللواء حاتم أن الجندي الصهيوني لا يجيد القتال، وأكد أنه مجهز على أعلى درجات التجهيز. وأشاد اللواء حاتم بأداء الجنود على الجبهة، وقال بأن أداءهم كان يفوق أداء الضباط. وذكر أن الكتيبة 16 التي يقودها المقدم محمد حسين طنطاوي ومساعده المقدم عبد الجابر علي أحمد قد دمرت 120 دبابة و200 عربة مدرعة، أي قتلت من العدو 2600 جندي وقائد. وأكد على أن القائد يصنعه جنوده، وأن الجندي المصري هو الإعجاز في حرب أكتوبر. أما اللواء محمد عمر فقد قال بأنه تخرج في 19 من عمره في عام 1964، وتولى قيادة فصيلة على قمة جبل، فكانت درسا تعلمه كيف يكون قائد. وتحدث عن أن التاريخ يشوه أحيانا بقصد وأحيانا بجهل، وأضاف بأن أمر القيادة في الحرب كان يؤكد أن العبور وإقامة جسور بعمق بين 12 إلى 15 كيلو متر حسب طبيعة الأرض والظروف، ثم يتم تطوير الهجوم بوقفة تعبوية أو بدون وقفة تعبوية. مدة المعركة من 5 إلى 6 أيام. ويضيف أن خطة المعركة جرانيت وضعها الفريق محمد فوزي والفريق عبد المنعم رياض، وتم تطورها من خلال تطور الأسلحة فقط. ويؤكد اللواء عمر على أن الجندي المصري أسطورة في المعركة، ويذكر أنه لا ينسى الجندي فتح الله الذي كان يجري وراء قول دبابات ويده معلقة بالجلد فقط، ورغم ذلك يدمر القول بأكمله ويستشهد. وآخر ينام بين جنازير الدبابة ويزرع فيها القنابل ويستشهد عندما اصطدمت دبابتان ببعض وكان بينهما. وتحدث القناص البطل الدكتور أحمد نوار أنه كان في نفس منطقة الثغرة، وكان هناك توقع أن يفكر الصهاينة في العبور من نفس المكان في حالة قيام الحرب. وعندما تم نقل كافة هذه القوات إلى سيناء ولم يعد هناك أي قوات في المنطقة، أصبح سهلا حدوث الثغرة. وانتهى اللقاء وهناك اتفاق على أن الجندي المصري هو المفاجأة
هو الإعجاز في انتصار أكتوبر العظيم. فتحية للشهداء الذين لولا تضحياتهم ما كنا نحن الآن.